الجنيه المصري يستقر أمام الدولار الأمريكي ليصل إلى 47 جنيه و22 قرش للشراء في البنك المركزي المصري. أهلا بكم في قناتكم. معانا دلوقتي آخر تحديث لسعر الدولار في مصر. هنشوف هل في أي تغيرات جديدة في البنوك ولا الدولار مكمل على نفس المستوى. خليكم معانا. التفاصيل كالآتي: سعر الدولار في مصر مكمل حالة الاستقرار ومن غير أي تغيرات في أغلب البنوك المصرية. زي ما ذكرنا سابقا، في البنك المركزي سجل الدولار شراء 47 جنيه و22 قرش، بيع 47 جنيه و35 قرش. في البنك الأهلي المصري سجل الدولار 47 جنيه و24 قرش للشراء، 47 جنيه و34 قرش للبيع. أما في البنك التجاري الدولي CIB فسجل الدولار 47 جنيه و24 قرش للشراء، 47 جنيه و34 قرش للبيع. في بنك الإسكندرية سجل الدولار 47 جنيه و19 قرش للشراء، 47 جنيه و29 قرش للبيع. لو حابين تتابعوا سعر الدولار يوم بيوم وتعرفوا أي تغيير أول ما يحصل، اعملوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. سلام.